يواصل أهالي مقاطعة قامشلو اعتصامهم في خيمة الاعتصام بيومها السابع المتضامنة مع الحملة العالمية الحرية للقائد عبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، حيث توافد اليوم إلى خيمة الاعتصام في مدينة قامشلو في يومها الختامي مشاركون من مقاطعة قامشلو، مؤتمر الإسلام الديمقراطي، ومجالس قامشلو وديريك والحسكة وسريكانية وحركة المجتمع الديمقراطي، إضافة إلى الأهالي. وتحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو حول حملة التضامن العالمية وعزلة إمرالي وتشديدها من قبل دولة الاحتلال التركي وضرورة تضافر كافة الجهود لها. انتشار هذه الاحتجاجات على كافة المدن العالمية بما فيها المنطقة، والعموم المكونات في شمال وشرق سوريا تضامنت بكل مؤسساتها وبكل أحزابها والقوى السياسية الوطنية مع هذه الحملة. هذا ما شكل ضغطا على الحكومة الفاشية التركية، لذلك الفاشية التركية التجأت إلى تمديد قانون يعني مثل ما بقولوا مع عقوبة الانضباطية بحق القائد عبد الله أوجلان. باعتقادنا هذا عجز الدولة الفاشية التركية، عاجزة عن إيجاد الحلول لهذا الموضوع القائد عبد الله أوجلان الذي أصبح موضوعا عالميا.